محمد اماره الظهير الايسر للنادي الاهلي، يرجع بيها ويسلم جilberto مره ثانيه، بيضم لجوه جilberto، بيغير اتجاهه، مضغوط عليه انما بيحاول يعدي جilberto، تسليل على طول الكوره ثاني، ورياض او وائل شيتوز لعبها وائل ومن لمسه واحده على طول لسيد عبد الحفيظ، تترد من سيد بيخلصها على طول من ناحيه الشمال، علي والحاج لمسه ولعبه مع حمو محال وبيحاول يستلم في نص الملعب وحط جسمه وبيحاول علي والحاج لكن مقطوعه بيخلصها على طول ورياض ويلعبها وائل ناحيه الشمال لاحمد بلال، ماشي احمد بلال واحد ضد واحد بيحاول يفوت وعدوا على طول قضيه خطره الجول الاول اسامه حسني النادي الاهلي. هنشوف الكوره الاول بتتعاد هي احمد بلال، شوف المهاره الفرديه، خدوا على رجل الثابته هنا، رقص اللاعب حميد حمزه ولعب الكره العرضيه اللي بيتابع فيها كويس اللاعب اسامه حسني. النادي الاهلي بيمثله عصام الحضري لحراسه المرمى، بيلعبوا 4-4-2. شادي محمد لاعب النهارده ظهير ايمن، ومن ناحيه الشمال راح يلعبها وائل شيتوز، تترد الكوره ورا ومحمد اماره كرته العرضيه خطره يلمسها قبل المدافع وقبل حارس المرمى. شوف المتابعه يعني في ثابتين من حراس من المدافعين في وضع ثبات، هو ضربهم بالجاريه لانه جاي من وضع حركه، عشان كده تخطاه، عمل الارتقاء ونزل الكوره بدماغه لمسها قبل حارس المرمى فهد الاحمد. ده دليل على المهاره العاليه والفكر العالي للاعب الكبير اسامه حسني، ونموذج للمتابعه من على الايد القريب. اسامه حسني هو 20 سنه اللاعب. الكره البينيه لكن مقطوعه، الكوره مقطوعه والجمعه عليها كويس ويسلمها ناحيه اليمين، الكره طويله والخطره بيعدي خطر اسامه حسني بيكمل فيها اسامه البوخاري والجول اسامه حسني يلعبها انها على حساب صح خطر جول بتعدي من جilberto لكن موجود كويس من اسامه حسني. مدرب توني اوليفيرا طبعا مدرب النادي الاهلي تركيز عايز يكسب الماتش ده، وهات الجول تاني طبعا خطر جول مهارة عالية احمد بلال. شوف هنا وائل شيتوز، شوف المهارة الفردية بتاعت وائل شيتوز، عمل شغل كبير قوي الحقيقة وائل شيتوز هنا، لانه كانوا في حالة دفاع ضغط واستخلص الكورة وعلى طول بسرعة عمل التمريرة السريعة لاحمد بلال اللي خلته الفرد مرمى وخلت احمد بلال يلعبها بالشكل الجميل ده والمهارة الفردية دي. اهي استعاد مرة 2 و3 حلوة جدا بشكل رائع، عمل حلوة احمد بلال. هدفين لأسامة حسني وهدف لاحمد بلال. مرة ثانية اهي تعاد مرة ثانية، هي فكر عالي من احمد بلال هنا ونموذج وفكر